هنيجي على الموقع، هسيب لكم الرابط طبعا في الديسكريبشن. اول حاجه بتعملها على سبيل المثال، تعالوا كده الاول هنيجي على الموقع نضغط على اوكي. غالبا اول ما تفتح الموقع بيظهر عندك هنا مش انجليش، بيظهر لك اللغه الروسي، فبتضغط على دي وبتختار اللغه الروسي الانجليش. تمام. يونايتد ستيت، او تختار اللي هو لو انجليزي مكتوبه بالانجليزي، هي مكتوبه هنا اسبانيول هتلاقي، المهم ما علينا، هتختار لغه انجليزي. تمام. بعد كده هنيجي هنا هنضغط طبعا على ريجستر، هيجي لي صفحة الريجستر وهيجي لي صفحة اللوجن. تمام. هنبدأ هنا هنكتب اليوزر نيم، او عفوا هنا الايميل، وبعدين هنا الباسورد. بعدين كده بنكتب نأكد الباسورد مرة تانية، بعدين نضغط على انا لست روبوت، وبعدين ساين اب. هنروح على الايميل هنلاقيه وصل لنا ايميل، هنفعل الحساب، وكده انا معايا حساب. بعد ما اسجل خلاص هفتح الموقع تاني. تمام. وهاجي هنا على لوجن، هكتب الايميل والباسورد، وبعدين هكتب هضغط على انا لست روبوت، وبعدها هضغط على ساين ان. في حال انا نسيت الباسورد بضغط هنا بكتب هنا الايميل، وبعدين بضغط على انا لست روبوت، بعدين ريستور باسورد. تمام. بعدين هيجي لي رسالة على الجيميل، بضغط على الجيميل وبرجع الباسورد كما كان. تمام. ده بالنسبة لأول ما تفتح الواجهة قدامك. طيب هنروح للحساب الخاص بينا، وليكن دخلنا عملنا كتبنا اليوزر نيم والباسورد، او عفوا الايميل والباسورد. ده الشاشة اللي هتظهر قدام حضراتكم. تمام. كتبنا اليوزر نيم والباسورد، والشاشة دي هي اللي هتظهر قدامكم. تمام. في البداية خالص عشان نعرف ايه الارقام اللي موجودة عندنا، وايه الارقام القوية وايه الارقام اللي مش قوية عندنا، طبعا انا هسيب لكم الموضوع ده في المقال. واللي احنا مهتمين بيه جدا اللي هو الفيسبوك والواتساب، هسيب لكم برضو اسعارها عشان تدخل تختار على طول، لان انت يعني ما تقلبش كتير وتقعد تدور، وهجيب لكم الحاجات اللي تكون ايه مفيدة بالنسبة لكم بإذن الله. تمام. هو طبعا طالما انت بتسوق او انت شغال، يعني اتمنى يعني صراحة اللي ما يشتريش الا اللي بيسوق. تمام. تمام. هنيجي دلوقتي على اللهم صل على سيدنا محمد. في البداية خالص انت بتيجي هنا، انت عندك هنا 6 ايقونات بتكون فاتحة قدامك. تمام. مهما يكون الفيديو الدول اللي هنا موجودة، انت بتختار هنا الدول اللي انت عايزها. انا على سبيل المثال شغال على 3 4 دول، فبخليها قدامي وبضيف الدول اللي انا ممكن اشتري منها برضو. تمام. في اي وقت طبعا بقدر اغيرها بدون اي مشكلة. تمام. هنيجي هنا على سبيل المثال، انا لو ضغطت على كازاخستان، تمام، لو ظهر قدامكم هنا ان انا حاطط نجمة على الواتساب. تمام. طيب يعني ايه انا ظاهر حاطط نجمة على الواتساب؟ على سبيل المثال انا مهتم فقط بثلاث ابليكيشنات، 3 ابليكيشن يعني، او 3 مواقع او 3 تطبيقات ايا يكن. فانا كل اللي انا بعمله على سبيل المثال يعني انا مهتم بالواتساب والتليجرام. تمام. ومهتم على سبيل المثال الفيسبوك. لما اجي ادخل على اي دولة من دول، الاسهل ليا طبعا ان انا اعمل ايه، لسه هقعد انزل ادور واطلع تاني ومش عارف ايه، وممكن الاقي وممكن ما الاقيش. فكل اللي انا بعمله بضغط بس على show only favorites. تمام. show only favorites. وبعد كده بدخل بقى على باقي المواقع او باقي الدول، هيظهر لي فقط اللي هي الدول اللي موجودة. تمام. هيظهر لي فقط اللي هي عفوا التطبيقات اللي انا اخترتها، او ضغطت على النجمة بتاعتها وضغطت بعدها على show only favorites. تمام. تمام. هنيجي هنا على سبيل المثال، انا كنت بدور على رقم معين او على موقع معين، بسجل في الموقع ده، ولكن جيت اشتري الرقم ما لقيتش اي رقم، او ما لقيتش الموقع ده في اي مكان فيهم. تمام. كل اللي باجي عليه بدور على اي دولة. تمام. على اي دولة ما تفرقش يعني، وهنزل تحت خالص هضغط على any other. تمام. any other دي اللي هي هيجيب لي ارقام. تمام. هيجيب لي اي موقع بقى هيبعت لي الرقم ده فهو هيوصل له. تمام. ايه الحلو صراحة اللي في الرقم ده، وانا قلت في الفيديو ان انا صعب يعني لغاية الان، يعني لغاية لحظة اللي انا بصور بيها الفيديو، صعب ان الرقم يجيلي يكون محظور او الرقم فيه مشكلة. ودي حاجة كويسة. ليه؟ لان الرقم لسه يعتبر ممكن نقول هو إنه يعتبر ما عليهوش سحب كتير، او مش معروف كتير، وخاصة للعرب، لان احنا يعني يعتبر لما ندخل اي حاجة يعتبر بنخربها يعني. تمام. من كتر الشراء احنا بنشتري كتير وبنشتغل على الواتساب كتير، في ناس كتير جدا بياخدوا ارقام من غير ما يكونوا اصلا عايزين يشتغلوا عليها. ما علينا، مش دي فكرتنا دلوقتي.
هنيجي دلوقتي على اللهم صل على سيدنا محمد، ازاي ان انا اشحن الارقام. تمام. وبعدها ازاي ان انا اختار الارقام اللي انا عايزها. اول حاجة هنيجي على طبعا هنا انا اشتريت اكتر من اشتريت حوالي. تعالوا هنا على اكتيفيشن. طبعا هنا بتيجي على اكتيفيشن تعرف الارقام اللي انت اشتريتها يعني. تمام. يعني هنا هيقول لي دلوقتي، هتظهر لي دلوقتي. تمام. you have no activation. طيب شكرا يا سيدي، شكرا. use for activations. هو بيقول لي هنا ان انا اشتريت 4 ارقام او 4 اخر 7 ايام اشتريت 4 اكتيفيشن. ما علينا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هو النت ضعيف بس شوية. تمام. هنا زي ما حضراتكم شايفين جاب لي الارقام اللي انا استخدمتها او اللي انا اشتريتها. تمام. دي الارقام اللي انا استخدمتها، مفيش الا رقم واحد بس انا لغيته. تمام. هنا بيقول لي هنا النمبر يوزد. هنعرف ازاي نخلي النمبر يوزد او النمبر ما هستخدمه وهكذا. كل ده ان شاء الله بعد ما نشحن. تمام. طيب ده بالنسبة للأرقام اللي أنا اشتريتها. عندي هنا ممكن أضغط على أي حاجة من دول وأختار. على سبيل المثال أنا عايز الأرقام اللي وصلها SMS فقط. طبعا أنا بخليهم كلهم على أساس إن أنا أشوف اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الريبورت اللي هو التقرير. أي بتنجان هنا وخلاص يعني. تمام. اللي هو عشان أعرف الأرقام اللي أنا اشتريتها واللي ما اشتريتهاش. تمام. هنيجي دلوقتي على ازاي ابدا ان انا اول ما افتح الموقع ازاي ان انا اشحن، وازاي ان انا ابدا اشتري ارقام، وازاي بعد ما اشتري الرقم ان انا اظبط الرقم برضو. تمام. تمام. اول حاجة هنيجي على هنا. تمام. على الرقم اللي هو الفلوس. بعدين هنضغط على تاني واحدة up to balance تقريبا اسمها top up balance. تمام. بعد ما نضغط عليها بحضر الفيزا الخاصة بيا. لو انت من مصر فانا انصحك جدا ان انت تشتغل بحاجة واحدة بس اللي هي فودافون كاش. تعمل فيزا فودافون كاش. تمام. وبالفيزا دي انت ممكن تستخدمها وتشتري منها براحتك اونلاين. تمام. لو ما عندكش القدرة، تمام، او خايف يعني على عفوا لو ما عندكش فودافون كاش فممكن تشوف عند اي حد. لو خلاص ما فيش نهائيا اعمل فيزا ايزي باي من تمنها 25 جنيه. يا رب بس نعدي الايام دي على خير، اللي هو مفيش تجمعات مفيش اي حاجة عشان الفيروس يعني. ربنا يبعده عننا يا رب وتكون ايام متعدي بسرعة باذن الله. تمام. هتعمل فيزا ايزي باي. فيزا ايزي باي دي هتشحن بيها براحتك من اي موقع انت عايزه وتشتري بيها اونلاين براحتك بدون اي مشكلة. تمام. وحتى ممكن تربط بيها بيبال وتسحب بيبال بيها بدون اي مشكلة. تمام. هنيجي هنا بعد ما تضغط على الفلوس up to balance هنيجي على السعر اللي انا عايزه. الحلو هنا برضو ان انا يعني بدفع سعره قليل برضو يعني. ما يعني في موقع تقول لك انت اقل حاجة ممكن تدفع $1.50 والحاجات دي. تمام. تمام. انا عندي هنا لما اجي بدفع انا اكتر حاجة بستخدمها اللي هي بوك ابو اللي هي دي. تمام. هنيجي نضغط عليها. اتمنى يكون في الوقت يعني رصيد في الفيزا. هنيجي هنا بيقول لي الاماونت. اخر حاجة انا كنت ضايفها 20. طيب تعالوا كده نحسبها. برضو انا حسبتها كنت في الفيديو اللي فات، ولكن انا هحسبها تاني لان سعر الدولار من الفيديو اللي فات للفيديو ده حوالي ناقص 3 جنيه. تمام. او يعني او بيزيد يعني. ما علينا. المهم طبعا انا مش هحدد بالدولار. انا هضغط على هنا واضغط على احنا الدولة هنا اللي هي ايه روبل. روبل روسي. تمام. روبل روسي دي عشان اعرف بس انا لازم اشحن قد ايه ويكون معايا كام. طيب 20 جنيه اللي هي 3 جنيه وشوية. طيب ده معناه ان انا شحنت الموقع بتاعي ب3 جنيه وحاجات بسيطة. فهل وافق؟ هو فعلا وافق. وشفتوا انتوا الارقام اللي اتسحبت حوالي كان 4 مش عارف ايه كذا كذا، ومش فاضل معايا غير 5. فده فعلا نفع معايا. طيب احنا هنخليها 5 جنيه. عايزين نصرف. هنخليها 5 جنيه. تمام. طبعا مفيش حد بيشحن ب5 جنيه يعني. احنا اللي بنشتغل التسويق وعلى الواتساب وكده اقل حاجة بنشحن حوالي يعني $5 ولا حاجة يعني عشان تكفينا على الشغل، لان بنستخدم الواتساب باكتر من رقم وشغل كتير يعني. تمام. هنيجي هنا انا عايز اضيف عندي على الموقع 25 روبل. تمام. خلينا في 25 روبل. 25 روبل دول هيكونوا حوالي 5 جنيه الا شوية. تمام. فانا هاجي هنا هكتب له انا عايز 25 روبل وهنقول له بعدها
to pay إلى الدفع. بعد ما اضغط على كلمة إلى الدفع هستنى ثواني بسيطة، مش مهم على فكرة تضغط على allow cookies دي، تمام. يعني أنا شفت مشاكل كتير مع allow cookies دي وبلاش منها يعني، تمام. هنيجي على فيزا، يعني انت هتدور على يعني هنا بيقول لك ايه، هنا هتدفع باي 25 و91 روبل، هنا 25 و77 روبل، وهي ما فرق يعتبر ما تفرقش يعني، ما يعتبر مش هتفرق. انتلكتل فيزا كارد ماستر كارد يعني يعتبر مش هتفرق، تمام. طيب هنيجي هنا عندك طبعا هنا احنا هندفع فيزا، فاحنا هندور بس على الحاجات اللي مكتوب عليها فيزا، تمام. لو انا هدفع بحاجة تانية اللي هو زي روبل او باير عفوا والكلام ده، فانا بختار من بره خالص اللي هو ان انا هدفع باير، تمام. طيب انا هختار اللي هي 25 و91 دي، تمام. بعد كده هنا قال لي هنا 25 و91. بص هو دي انا استخدمتها اللي هي انتلكت الماني، كانت يعني يعتبر اشتغلت معايا بدون اي مشكلة يعني، فدي انا هستخدمها. انت ممكن تستخدم اللي هي كانت اللي تحتها اللي هي كانت 25 و77 يعني، تمام. انا خليني اختار دي لان انا اشتغلت بيها واشتريت بيها، تمام. بعد كده هنضغط على further دي، تمام. بعد ما اضغط عليها هيقول لي هيوديني على الدفع، تمام. هحضر الفيزا بتاعتي وهحضر البيانات الخاصة بيها عشان اضيفها في الفيزا، تمام. هنضيف بيانات الفيزا، تمام. انت هتيجي هنا طبعا هو بعت لي رسالة دلوقتي على الماسنجر، على عفوا الجيميل. انت هتيجي هنا بيقول لك هنا تكتب الاسم، تمام. انت هتكتب اي اسم عادي او اسمك بدون اي مفيش مشكلة يعني. في هنا برضو عشان في ناس بتقعد تدور لو انت استخدمت نفس الطريقة، السي في في انا بكتبه هنا، تمام، عشان تكونوا واخدين بالكم برضو، تمام. ادي هنا اللي هم الثلاث ارقام اللي هتلاقيهم ورا الفيزا او في وش الفيزا اللي هم الثلاث ارقام اللي هتلاقيهم لوحدهم دول، تمام. تمام هنيجي هنا بعدها نضغط على تو باي، يا رب الفيزا بس تكون فيها فلوس، تمام. هضغط على كانسل، هو هيستنى بس يعمل لي بروسيسنج يشوف العملية هتنجح، تمام. في دونت كذا كذا، هو هيكمل الوقت طبعا لسه. تمام success. طيب هو انا كان ممكن اعدي الفيديو يعني واكمل ان انا اقطع الوقت صراحة، الوقت اللي من وقت ما انا حطيت الفيزا لغاية دلوقتي، ولكن عشان تكون كل حاجة ظاهرة قدامكم. طيب دي حاجة طبعا الفلوس لسه موصلتش، تمام، ولكن هي هتوصل في خلال دقيقتين بالكتير جدا يعني. انا هاجي على هنا وادخل على الجيميل، هيبدأ هيبعت لي حوالي 3 4 جيميلات، تمام، من الايميل بتاعهم، تمام. هنيجي على هنا ادي العملية الدفع، تمام. طبعا بالروسي ممكن تحولوها بس احنا ملناش دعوة غير بعملية الدفع، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بيقول لي ايه؟ طيب وانا صراحة بعتذر ان الشرح طويل يعني، ولكن يعني ما ينفعش ان انا اقصر في الفيديو يعني، تمام. طيب ادي زي ما حضراتكم شايفين بقى 30. طيب هو هيبعت لي اكتر من جيميل كده، فانا ما فيش مشكلة، بس هما يعني ايه زي ما حضراتكم شايفين ادي 1 2 3 1 2، تمام. كمان شوية برضه هيبعتوا جيميل تاني لتأكيد العملية تاني، تمام. طيب انا كده خلاص خلصت، سحبت ضغطت على البتاع اللهم صل على سيدنا محمد، الحساب بتاعي شحنته، تمام. وصل في خلال يعني دقيقة ولا دقيقتين بالكتير جدا، طبعا هو ما كملش دقيقتين. اللهم صل على سيدنا محمد. هبدأ دلوقتي خلاص ان انا استخدم الارقام بتاعتي. طيب انا طيب هاجي على هنا الهيستوري، لو واخدين بالكم ان انا بشتري الارقام الروسي. طيب في ناس كتير بتقابل مشاكل مع الارقام الروسية. انا لغايه الان اشتريت 4 ارقام ما قابلتنيش اي مشكله، تمام. واصدقائي اللي شغالين في نفس الموقع ده اشتروا ارقام بدون ما يقابلهم اي مشكله، تمام. وده اللي احنا عايزينه وده اللي احنا بندور عليه، تمام. طيب
هنيجي على الله، طبعا مش كله، هو في تقريبا روماني، في 2 روماني او كازاخستان و2 روسي. تمام. طيب هنيجي هنا على الواتساب. تمام. عندك هنا انا طبعا بشتري دلوقتي كازاخستان، قلنا احنا بنحدد الرقم من هنا. تحديد الرقم برضو يعني ايه، بطريقة ظريفة جدا كده. انت بتيجي هنا على الدولة اللي انت عايز منها، يعني على سبيل المثال اوروبا بتجيب اوروبا، اسيا بتجيب اسيا، افريقيا بتجيب افريقيا. في هنا صراحة يعني موقع كنت عايز اشوفه، اللي هي صربيا. تمام. اعتقد الواتساب هيكون سعره حلو برضو يعني. الواتساب صربيا سعره لا 31 غالي. هو في اللهم صل على سيدنا محمد، لا برضو في الفايف سيم غالي يعني. تمام. طيب هنيجي على كازاخستان على سبيل المثال، بعدين هنقول له شراء رقم. تمام. هنيجي على كازاخستان. طبعا عندك السعودية برضو الأرقام بتتأخر، ده على حسب النقاط اللي موجودة هنا. طبعا لأن السعودية طبعا بيكون عليها سحب كتير، فمش دايما بيجيلي أرقام هنا، أو البي سي اس هنا بتكون ضعيفة شوية، يعني مش أي حد بيوصل له الرقم يعني. انا صراحة مش عارف يعني ايه، مش يعني ما عنديش فكرة ايه المميزات ان هي ممكن توصل لك، لان احنا بنعمل اكاونت ونحشن وكل حاجة تمام. احنا هنجرب الوقت قدامكم يعني يا رب يكون يعني يفتح في وشنا البركة فيها يعني. طيب هو اول ما يجي لك الحتة دي، اعرف ان هو الرقم عليه حاجة ضعيفة يعني، وممكن ايه يتأخر على ما يجي، ولو جه هيتأخر على ما يبعت لك الرقم. فانت ممكن تستنى. تمام. تستنى لغايه اما الرقم يجي لك، او انت تعمل سسبند وتدور على الارقام التانية لغايه اما تلاقي البي سي اهو. شايفين البي سي اس قل جدا ليه؟ لان في ناس اشترت الرقم، في ناس اشترت الارقام اللي موجوده، اهو بيقل تاني كمان. تمام. طيب هنيجي على كازاخستان ونشتري رقم، هنقول له باي. بعد ما نقول له نضغط على باي، هنيجي على الرقم من هنا كده. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا هجيبكم على الواتساب عشان تشوفوا العملية. هكتب الرقم اللي اداهولي 77 0 739 087 30. تمام. هضغط على نيكست، بعدين هضغط على اوكي. في حاجة حلوة هنا صراحة بتعجبني في الموقع، ان هو بيديني اشعار لما ابعت الرسالة، واشعار لما اكتب الكود، واشعار يعني على كل حاجة بيديني اشعار، على اساس ان هو ايه يكون متفاعل معاك كده يعني. حاجة كده بسيطة كده ايه يعني، تحسسك ان الموقع يعني موجود معاك يعني. فاهمني؟ اللي هو بيديك اشعار اول ما الرسالة توصلك، ودي مهمة يعتبر يعني بالنسبة لي. سمعت الصوت، ادي الصوت ده اللي هو وصلك الرمز. تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. 468 522. بعدين هنسيبه. هو لما انا حطيت الكود اداني ان انا حطيت الكود. تمام. هنستنى ثواني، وزي ما حضراتكم شايفين اوكي. وهسمي هنا باسم القناة بتاعتنا محمد حسين، وهنضغط على هنا. انا متعود احط اللهم صل على سيدنا محمد ده. تمام. هنحط الصورة بعدين بقى، ملكوش دعوة بالاستوديو. تمام. خلاص هنا هنضغط على كلوز. اول حاجة اعملها عشان نكون عارفين. طبعا هنا اللهم صل على النبي بيديك نوتيفيكيشن ان تم 1 2 3، ان هو يعني بيديك اكتر من مرة نوتيفيكيشن ان المسج وصلت، الكود وصل يا حبيبي، الكود وصل. تمام. طيب قبل ما نروح على الواتساب هنعمل ايه هنا؟ هنيجي على بيقول لك confirm confirm the correctness of code. تمام. يعني هنا بيقول ايه، اكد الرقم ان هو وصلك. تمام. او عيد طلب الرقم تاني. ودي حاجة جميلة جدا صراحة يعني، ان انا ممكن اسيب الوقت. تمام. او ان في وقتها، طبعا في وقتها الكود يروح مني. ايه اللي انا بعمله؟ بقوم راح ضاغط على دي ان هو يجيب لي الرقم تاني. لا معلش، انا اشتريت الرقم دلوقتي والكود بتاعي راح، هاتولي تاني. تمام. فبضغط على دي. هنضغط على صح دلوقتي ان انا خلاص وصلني الرقم. هنيجي على هيستوري، هنلاقي هنا ان الرقم خلاص وصلني بدون اي مشكلة. تمام. هنيجي هنا هنلاقي على الهيستوري الارقام. طبعا انا بعتذر الانترنت ضعيف جدا
هنيجي هنا زي ما حضراتكم شايفين الرقم والبيانات الخاصة بيه. طبعا انا مش هستفيد قوي من هنا الا ان انا اشوف بس الحاجات اللي انا اشتريتها وكذا. تمام. طيب هنيجي خلاص انا كده اشتريت الرقم وكل حاجة. احنا ممكن نركن الموقع على جنب شوية. بعض الحاجات اللي انا يعني عايز اقول لكم تعملوها عشان برضو ما يتحذرش منكم الرقم. تمام. اول حاجة هتعملها، اول حاجة هتيجي على الاعدادات على طول. تمام. وتروح على الاكاونت وتروح على التو ستيب فيريفيكيشن وتفعل تو ستيب فيريفيكيشن. تحط الايميل وتحط باسورد. تقريبا هتحط باسورد او هتحط الايميل. المهم ايميل الاسترجاع. تمام. بعد كده هتروح تعملها لو انت بتسوق وبتشتغل على التسويق وكده كتير. هتروح على داتا. تمام. وبعدين تروح هنا تخليها كلها نو ميديا. تمام. تخليها نو ميديا ان مفيش حاجة توصل لك ان هي تحمل، عشان حاجة مهمة جدا. دي حاجة مهمة جدا. الرقم بتاعك لو بقى بطيء، تمام، اعرف ان نسبة الحظر 80%. بمعنى انت شغال على الواتساب والرقم بقى بطيء، يعني في تحميل كتير، تمام، اعرف ان انت يعني في تحميل صور فيديوهات وكذا، اعرف ان انت هيتعمل لك حظر، يعني هيتعمل لك حظر. تمام. فبلاش ان انا اخلي دي شغالة. تمام. طيب هنيجي بعدها على السيتنج بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها، وهندخل على السيتنج. هنيجي على الاب بيرميشن، وهنيجي على الكونتاكت، وهنيجي على طبعا اللوكيشن. ما تفتحش اللوكيشن نهائي. الكاميرا برضو هتفتح الكاميرا، هتفتح برضو الستوراج. تمام. بعد كده هنطلع وهتيجي على هنا اضافة، عفوا ستيتس. هتيجي هنا تكتب ستوري هاي. تمام. بعد كده هتعمل حاجة تانية أخيرا إن شاء الله، هتخلي حد يتواصل معاك على الرقم ده وترد عليه. أهم حاجة إن أنت ترد عليه في بداية الرقم. لما حد يكلمك حاول رد طبيعي جدا، يعني ما تكونش سريع جدا وما تكونش بطيء، لأن أنت لو حد بعت لك رسائل وكنت بطيء في الرد ممكن برضو يعمل لك حظر. ودي حاجات أنا جربتها، يعني مش بقول من إن أنا قرأت ولا بتاع، لا، ده أنا يعني حصلت معايا. يعني لما أكون بطيء جدا في الرد، طبعا من اول يوم وتاني يوم اجيب الرقم اعرف ان هو 80% يتحذر. حاجة تانية ان انا لو اللهم صل على سيدنا محمد ان انا لو في اول ما حد يبعت بدخل وارد، اللي هو الحاجة اللي بتتعمل تلقائي. هنا ما تعملش تلقائي من اول ما تفتح اللهم صل على سيدنا محمد الرقم، ما تعملش رد تلقائي، خاصة لو انت واتساب بيزنس. تمام. وحاجة تانية ان انا بنصح ان انت تشتغل من واتساب بيزنس، ما تشتغلش من الواتساب العادي. تمام. لغاية هنا تمام، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. أه هسيب لكم ان شاء الله. قبل ما زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، شايفين ال26 روبل دول هيعملوا معايا كام رقم كازاخستاني؟ ال26 على ال3 تعرفوا كام ولا اروح اعرف انا؟ استنوا كده. ال26 على 3.5 حوالي 7 أرقام. ال7 أرقام دول أنا هختار من الناس اللي هتعلق، هكلمها. تمام. هبقى هرد عليها في الكومنت واقول لها تيجي تاخد مني رقم. تمام. تيجي تاخد الرقم الكازاخستاني. تمام. ودي اللي انا كنت قلت عليها. ممكن لو في اكتر من حد معلق فانا ممكن اجيب لاكتر من حد، يعني ما عنديش مشكلة. ولكن انا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو اللي هشحن بيه، او ان في الاخر كده هديكوا حاجة ايه كهدية بسيطة كده مني ليكم. تمام. ف لكل حد ان شاء الله او ل7 اشخاص هيكون ليهم رقم كازاخستاني باذن الله. فاتفرجت على الفيديو اعمل لايك واعمل كومنت، عشان 90% هتوصل معاك يعني باذن الله. لان ممكن لو لقيت تعليقات كتير وناس كتير عايزة، يعني ممكن اشحن تاني وان شاء الله اجيب لكم ارقام. تمام. طبعا واتساب بس، لان الارقام التانية غالية، الارقام التانية غالية. يعني عندك هنا كازاخستاني، الفيسبوك مفيش اصلا، يعني هو سعره حلو بس مفيش، صفر BCS. تمام. التويتر ب1.5، حلو قوي، حلو قوي. هبقى اروح افعل بتويتر برضو. تمام. ممكن تفعل حاجات كتير برضو. انستجرام 5 اصلا بس 0 BCS.
في حاجات حلوة نتفليكس، بس راحت فين؟ نتفليكس، بس نتفليكس عايزة فيزا وكده. اني اذر ب2 روبل. تمام، جميل جدا. انا كده وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، اهم حاجة، لان في ناس كتير عايزة تشتري ارقام قبل قبل ما الموقع يعني يتشهر جدا والناس تشتري ويبدأ عندك يعني مشاكل وكده. ادخل واشحن واشتري واشتغل يعني. هتلاقي اللينكات في الديسكريبشن. انا عارف ان انا طولت، انا بعتذر جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.